انسي خالص اي طريقه للكبد والقوانص جربتيها قبل كده، عشان هقولك على طريقه من حلاوتها هتدمنيها، مش هتبطلي تعمليها كل يوم، ولو فكرتي تبطليها يطلبوها منك تاني. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بيغمس كده مع عيش وطحينه، حاجه كده تجنن. معايا نص كيلو كبد وقوانص، نضفتهم كويس وغسلتهم، وعملت له محلول نقع عشان الزفاره، وبعدها بصفيها واقطع الكبد لوحدها والقوانص لوحدها. اول حاجه هعملها هنزل بزيت في الجريل، واسيب الطاسه تسخن تماما عشان انزل بالكبد اول حاجه. بعد كده اول حاجه هنزل بيها هي الكبد. هتقولي ازاي؟ المفروض القوانص عشان بتاخد سوا اكتر. هقولك الكبده لما بتنزل الاول بتاخد صدمه كده ولون حلو، وكمان بتحتفظ بطراوتها من جوه، وبتبقى واخده كفر كده مقرمش من بره. عايزه اقول لكم ان ده بيديها طعم حلو قوي. انا هفضل اعمل فيها كده واقلبها واشوحها لحد ما تنزل اغلب الميه اللي فيها. والقوانص انا بحطها بعد كده لان القوانص اصلا بتبقى بتشد بتجلد، فلما كمان بتديها صدمه بتزيد التجليد معاها. فعشان كده انا مبحبش ابدا ان انا احط في الاول القوانص، وده حسب رغبتك برضو، بس انا انصحك انك الاول ما تحطش القوانص. جربي تنزلي بالكبده الاول وهتحسي ان هي لا خالص، القوانص ما تقدريش تفرقيها وانت بتاكلي عن الكبده من كتر ما هي بتبقى برضو جوسي كده ولذيذه. انا كده خلاص شوحت الكبده ونزلت ميتها ونزلت الدهون اللي فيها. هبدا ان انا اشيلها وانزل بالقوانص في نفس الطاسه. انا شلت الكبده خالص وهنزل بالقوانص يا دوبك كده، بس انا هشوحها، انا مش عايزه اطول في سويها. انا عايزاها يا دوبك بس تنزل ميتها وتاخد لون. اول ما تبقى كلها نفس اللون ونزلت الميه اللي فيها، يبقى انا كده تمام. ومش هكتفي ان هي تشرب ميتها بس، لا انا هزودها كمان كوبايه ميه عشان اضمن ان هي كده استوت. انا هوريكم دلوقتي بعد ما انا فضلت حطاها شويه على النار ونزلت ميتها، هوريكم كام الميه اصلا اللي نازله منها. دي الكبده بعد ما شوحتها، بصوا اللون، بصوا الكور يعني، وهي نيه كده تتاكل. يا دوبك بس انا كده هشوحها والميه تنزل وخلاص، هكتفي ان هي تشرب ميتها، وهنزل عليها كوبايه ميه تاني. بصوا كل ما اقلب فيها تنزل ميه، كل ما اقلب فيها تنزل ميه. هفردها كده عشان تاخد كلها لون. بصوا السوائل اللي نزلت منها قد ايه. خلاص كده هي نزلت سوائلها. هبدأ اجيب كوباية مية وانزلها فيها واخليها تكمل سوا فيها. هقلبها وهكون انا مقطعة فلفل الوان، فلفل اخضر وبصل، والبصل مقطعاه جوانح، وهكون بشرة ليا وثوم. يعني الطبق الصغير ده فيه ليا بتدي ريحة وطعم في حتة تانية، وثوم. انا هسيب القوانص لحد ما تشرب ميتها خالص. بعدها هبدأ انزل بالبصل عليها. البصل اول حاجة انا بنزل عليها بالبصل. بصوا المنظر، اصل الالوان لوحدها من غير ما تتحط تفتح النفس. انا كده نزلت بالبصل، هنزل بالكمية كلها واقلبها كده مع القوانص يا دوبك تشويحتين مش اكتر، وهبدأ ان انا اغطيها لحد ما البصل يدبل شوية. بين وقت للتاني هفتح واقلب. بعد كده هرجع ان انا اغطيها تاني. انا مش عايزاها مكشوفة، انا عايزة البصل كده يدبل وينزل ميته وتبقى متجانسة كلها مع بعض. هجيب كده الكبد اللي احنا شلناها وانزل بيها على القوانص وعلى البصل، واشوح كله في بعضه كده دقيقتين، وهبدأ ان انا افتح عليها واقلبها تاني. وبعدها هجيب الطبق اللي انا حاطه فيه الثوم واللية وانزل بيه على القوانص. عايزه اقول لكم اللية بتدي ريحه وطعم رهيب رهيب بجد، والثوم مفيش غنى عنه اكيد. ولسه هنعمل قدام طشه ثوم كمان اهي. انا حطيت الفلفل بس للاسف المقطع ده مش لاقيه، فنزلت بالفلفل وشوحته وضفت بهارات عباره عن ملح، فلفل، جوز الطيب، بابريكا، وحبه هان باودر، بس مش اكتر من كده. وهسيبهم يشربوا من بعض. بعد كده هعمل طشه بالدقه، وهي عباره عن ثوم وفلفل احمر وفلفل اخضر. هسخن السمنه، واول ما تسخن هنزل بالدقه واشوحها لحد ما تطلع ريحتها. انا مش عايزه لون، انا عايزه ريحه. وفي نفس الوقت اللي انا بقلب فيه هقلب من الناحيه التانية. بصوا الصوص اللي نزل منها، وبصوا اللون، ده غير الريحه الخطيره اللي كده كده كانت قلب البيت. هو يا دوبك كده تاخد تشويحتين وهنزل بيها على الكبده.
وشمي بقى احلى ريحة ممكن تشميها في حياتك مع البصل مع الفلفل الالوان. عايزة اقولك ان هي احلى طريقة كبد وقوانص هتجربيها، هتدمنيها من حلاوتها، مش هتبطلي تعمليها. ويا سلام بقى لو جنبها كده شوية طحينة وشوية بطاطس محمرين، تبقى احلى وجبة غدا هتعمليها وهتشبعي منها بطريقة تجنن، وكل اللي هياكل منها هيطلبها منك تاني. بص انا كده جبت طبق ورشيت خضرة من تحت، وهبدأ ان انا انزل بالكبد والقوانص. شايفين بقى الصوص اللي اتبقى من الجريل ده؟ انا مش هرميه، انا هزين بس كده الكبد والقوانص، وبعد كده هجيب رغيف عيش وهدهنه في الجريل، واغمس كده بالكبد والقوانص. مش قادره اقولك ان انا عايزه اقولك يعني انا جوعت وانا بتفرج تاني، انا عايزه اقوم اعملها تاني من حلاوتها ومن طعمها اللي يجنن بجد. انا هنا كنت حمرت جنبها بطاطس، بصوا المنظر، وعملت جنبها سلطه طحينه بقى وعيش بلدي، وتقدري تعملي عيش ابيض عادي، وتغمست بقى من دهون اللي نزلت دي وتحطي وتاكلي. وصدقيني هتبقى احلى وجبه غدا اقتصاديه هتجربيها. انا عارفه ان اغلبنا يزهق من طريقه الكبد والقوانص التقليديه، فانا حبيت اجيلكم فكره جديده وان شاء الله هتعجبكم.